رغم الإنجازات القارية والعالمية، اقترب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، ودياز تولى تدريب نادي الهلال في فبراير 2022 خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم، وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي. وفي الموسم الحالي قاد المدرب الأرجنتيني قلعة الزعيم للحصول على المركز الثاني في كأس العالم للأندية والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ولكنه يعاني من تراجع في النتائج على المستوى المحلي، ولذلك فإن معظم التقارير المحلية تؤكد رحيل رامون دياز وجهازه الفني عن نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي، والتعاقد مع مدرب جديد، حيث تم تداول بعض الأسماء، وهي الفرنسي زين الدين زيدان، الإسباني لويس إنريكي، الألماني توماس توخيل، الأرجنتيني ماريسيلو جاياردو، الأرجنتيني موريسيو بوكياتينو، البرتغالي خورخي خيسوس. وبالتزامن مع ارتباط اسمه بنادي الهلال، أعلن خيسوس الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي. وقال خيسوس في تصريحات لصحيفة صباح التركية: عقدي مع فنربخشة ينتهي في مايو القادم، لن أجدد وسأرحل عن الفريق رسميا. وسبق للمدير الفني البرتغالي أن تولى تدريب نادي الهلال في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019، وقدم كرة قدم ساحرة مع التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، ليرحل بعدها بسبب خلافات مع الإدارة وقتها. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.